أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في غرفة الأخبار وإلى الموعد الرياضي. بداية، تمكن اتحاد العاصمة من حسم التأهل للدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز على النادي الأخضر الليبي ب4 أهداف لهدف وحيد في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات أمس الأحد بملعب 5 جويلية. اتحاد العاصمة احتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف فريق مرمو غالانتس الجنوب إفريقي الذي فاز بدوره على نادي لوبوبو الكونغولي ب3 أهداف لهدفين. تصريحات ما بعد اللقاء مع وليد الرئيسي. اللي كانوا متمنينه الناس كامل، ربي سهل لنا. كنا متمنين الناس يعني باش نربحوا المباراة ديالنا. الحمد لله قرينا بنح الخصم اللي ماتش كاع اللي لعبهم، عاودنا شفناهم، عاودنا شفنا لي ديتاي، وكنا يعني الند للند. درنا اون اونطام دو ماتش كانت قويه بزاف، ولونطام دو ماتش سهلت علينا المباراه. ماركينا براتيكمون في 20 مينوت 2 بيت ولا 3 بيت. سيتي امبورطون لينا باش من بعد نتفرغوا لحوايج واحد اخرين. من بعد ولات اون جيستيون ديفيكتيف، جيستيون دو ماتش، جيستيون دي طون فور، جيستيون دي طون فابل. ولادي داروا ماتش اونيت. يمكن انا توليت المسؤوليه في 3 مباريات في الافريقيه. تعادلت في مباراه 1-1 في ملعبي، وفزت في مباراه على بطل جنوب افريقيا، فقدرت اجمع 4 نقاط بين مباراتين. ويمكن كان عندنا فرصه النهارده ان احنا نقاتل على حظوظنا لو كنا قدرنا نحقق المكسب النهارده. انما زي ما قلت لحضرتك احنا حضرنا، بس انا عندي برضو غيابات كتير. يعني انا عندي اكتر من 4 لاعبين اساسيين غيابات للاصابه. بقول الحمد لله، يمكن بناخد خبرات مشاركه مهمه بتدي للاعيبه خبرات كبيره جدا. غيروا رتم اي فريق وحماس اي فريق، انما قدرنا الحمد لله 45 دقيقه الشوط الثاني قدرنا نرجع ونقدم مردود فني افضل بكتير من اللي اتقدم في الشوط الاول. فخبرات بتكتسب، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لنادي الاخضر ان شاء الله. من جانبه كشف بن شيخة عن الظروف الصعبة التي واجهها قبل مواجهة الأخضر الليبي، حين أكد عن إصابته رفقة الطاقم الطبي وعدة لاعبين بالكوفيد، ما أثر عن سيرورة التحضيرات. هاد السمانة هادي كلانا الكوفيد. راني أنا كنت بالكوفيد، بوكو جوار كانوا بالكوفيد. يعني ما حبيناش نهضروا، باسكو الحمد لله من بعد راك تعرف ان جوار عنده ليمينيتي، المناعه تاعو 2 جور ابري يرجع نيجاتيف. مي لي 2 جور ناقصين لونطرينمون. انا كنت ديجا مريض، انا ما رحتش قريب 5 ايام، ومن بعد اللاعبين طاحوا لي، اللاعبين طاح الميدسان دو كلوب، طاح قريب زمنا في الحيط. لكن سي فري خدمنا شويه هاد السمانه، خدمنا ان شاء الله نزيدو نخدمو بلوس. هذا وصرح بن شيخة بخصوص المنافس المستقبلي لاتحاد العاصمة في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن رحب بأي فريق من الفرق المتأهلة، مؤكدا على اسم وهيبة فريقه في مثل هكذا منافسات. بالنسبة للقرعة، واش نقول لك، احنا رانا الياس ما دالجيرا. أي فريق يقابلنا راح نحكيو على التاريخ تاعنا ولو يكون أقوى منا. أي فريق يقابلنا يقول هذه لي اسمها، هذه لي عام وهذه لي عام كذا دومي فينال وهذه لي عام درت كذا. يعني عندنا اون كار دو فيزيت، ماناش جايين خارجين هكذا من الشجرة. عندنا كار دو فيزيت ندافعوا على حقوقنا. يا اون دوبل كونفرونطاسيون، جيستيون دو سكور، جيستيون دو كل واحد كيفاش. دركا نستناو لو تيراج او سور، ومن بعد ربي يسهل. واش الفريق اللي يجي احنا نحترموا الناس كامل. عاد المكلف بالإعلام لدى المنتخب الوطني صالح باي عبود لحادثة مغادرة الناخب الوطني جمال بالماضي المفاجئة للنقطة الإعلامية بمطار هواري بومدين الدولي قبل الخرجة الأخيرة للخضوع أمام منتخب النيجر في إطار تصفيات كان الكوديفوار. عبود أكد على هامش حضوره حصة البلاد سبور وجود تجاوزات
دفعت ببلماضي إلى عدم إكمال حديثه للصحافة الوطنية. مع مجيء السيد جمال بلماضي ولات يعني البعض يطالبوا يلحون على الناخب الوطني يدلي ببعض التصريحات. هو في كل مره يجي يصرح، هو اللي يسوق، وهو مش ملزم باش نفهم، صح، ماهوش ملزم تماما انه يصرح، ولكن احتراما للمهنه، احتراما للصحفيين، وكما كنت نقولوا من الصباح ما نحطوش الناس الكل في نفس داكور. دونك هو يروح يتواصل مع الاعلام. الهدف وشنو هو؟ احنا ماذا بينا النخب الوطني يكون في اريحيه ويتكلم ويمد اكبر عدد من المعلومات يفيد بها الراي العام ومحبي الفريق الوطني والصحافه والاعلام. بالنسبه للاعلام نفس الشيء، لازم هو الاخر يلتزم ببعض القواعد، بعض الاجراءات باش يدي المعلومه كما نقول يبروفيت دو هذا لو سيليكسيونور في المومون هذاك في البريسي يدي عنده الماكسيموم، ولكن في ظروف هذا وكشف صالح باي عبود عن وجود فئة من الإعلاميين لا ترغب في بقاء جمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني. وانت على بالك، انا على بالي بلي كان اطراف معاديه للنقد الوطني. انا نعطيك قصه وصلت في تونس، نحكيها لك اليوم. يوم المقابله جاوا اخوه صحفيين ممثلين عده وسائل اعلام من مدينه عنابه، جاوا يبحثوا على الاعتمادات نتاعهم. اذا كاين زوج ولا ثلاثه قالوا لي شيخ صالح احنا ما فهمناش البارح كي كنا في المنطقه تاع وين يدرب الفريق الوطني، كلام كان يحدث بين صحفيين، واحد يقول له ان شاء الله غدوه يخسروا باش الناخب هذا يمشي علينا. هذا كلام خطير جدا. اعلام يتمنى ان اسكو مثل الاعلام هذا، اسكو اعلاميين هنا ماذا جرى؟ هذه الحادثه هذه تؤكد ان هناك اطراف معاديه للناخب الوطني والفريق الوطني. ما عندها مشكل مع جمال بلماضي؟ عندها مشكل مع جمال بلماضي. عندي 4 أيام طرحت سؤال على واحد زميل، قلت له كيفاش قال لي كاين اللي عنده امور شخصيه. نظن الامور الشخصيه نفس الاطراف يتكلم عليها جمال بلماضي في الندوه الصحفيه، ما تدخلش في هذا المجال. نفس الاطراف خويا عندك امر شخصي روح رجليه ايور، ما ترجليش على ظهر الصوره تاع الجزائر، الفريق الوطني اللي هي رمز من رموز الجزائر، وما ندخلوش نفس الاطراف يتكلم عليها جمال بلماضي في الندوه الصحفيه، نفس الاطراف ولا بروفوكاسيون باش غدوه. علاه؟ باسكو رانا دوكا في واحد الزمان واسمع البوز والقصف وقصف هذا ورد على نو اسكو خرجنا تماما صالح نفس الاطراف. عاد صالح باي عبود للتدعيمات الأخيرة التي طرأت على الطاقم الفني لجمال بلماضي بطلب من هذا الأخير الذي يسعى لتدعيم العريضة الفنية للخضر من أجل تحسين العمل داخل المجموعة. مدرب الحراس يعني كان المدرب الأساسي هو السيد عزيز بوراس وسي مسعي معاه، لأن عندك 3 حراس، وتعرف اليوم الحراس عندهم تدريب خاص وبتكنولوجيا. اسيستون تاع انترينور دي غارديان دو بوت. Il est entraîneur des gardiens également. Il n'est pas assistant. Il n'est pas entraîneur des gardiens. Assistant, il y a Boras. Oui. زوج كاين زوج. L'entraîneur en chef c'est Aziz Boras ومسعي ومعاه. وشفنا كذلك محضر بدني، كاين مروان وكاين شابه اسماعيل تاع كومبيتيسيون لي فلوغور بليس زدتوا جبتوا نوتر. هذه استخدامات نتاع الناخب الوطني، هو من تربص الى اخر عنده طلبات خاصه في بعض الامور، في بعض المناصب كي يحب يجيب مختص يجيبوه جوست بور لو ستاج. شكرا لك صالح. يقدر يكون في لو ستاج، يقدر يدوم حسب الطلبات. هذه التوضيحات. محليا نشط المدير العام للنادي الرياضي القسنطيني محمد بولحبيب ندوة صحفية رد فيها على البيان الذي صدر من الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف بعد المباراة التي جمعتهما بملعب بن عبد الملك رمضان في إطار الجولة 21 والتي تعرض فيها أنصار الوفاق إلى اعتداء من طرف جماهير السنافر. التغطية لإسلام ناموس. احنا كنا رايحين نتكلموا على امور، ولكن اتصلت بنا اداره وفاق سطيف البارح بعد تسمى هذه معلومه تسمى لازم تكونوا عن بالكم بها، بلي اتصلت بنا اداره وفاق سطيف بعد اذان المغرب، يعني بعد في الليل في الامسيه تاع امس، واتصل بنا رئيس مجلس الاداره شخصيا سيد عبد الحكيم صرار، وين قال باللي حتى هذا البيان ماهوش يعني ماشي الاداره اللي عملته،
تعلموا قال لك حنايا الواحد تاع حماده لو سيت تاع حماده راهو جيري بار لي سيبورتور، يعني كاين ناس بزاف يجيروا فيه، يعني ناس بزاف يقدروا يحطوا البيانات، يعني البيان هذا ماهوش ممضي من الاداره. ورقه اللقاء لا في دو ماتش RAS ما فيها ولا شيء، اللاعبين بكل روح رياضيه سلموا على بعضهم، يعني الناس بكل ماتش تلفزيوني شافتوا الجزائر كامله، دونك ما في حتى حاجه. هما هنا يعترفوا باللي الامن الوطني في قسنطينه عمل خدمته في نفس البيانه في الاسطر الاخيره. قبل هذه واش يقول لك؟ يتكلموا على الانصار والرشق ولا بصح يقول لك في نفس البيان كيما قلت لكم الحكايه اللي قلت لهم عندها سنوات، يقول لكم الناس يجاوبوا رواحهم بعد في نفس البيان. واش يقول لك في السطر 13 يقول لك ولولا حكمه وتعامل رجال الامن بكل حزب لحدثت الكارثه، معناها ما حدثش الكارثه، معناها ما صرا والو. رد المدير العام لنادي وفاق سطيف إبراهيم العرباوي من خلال مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي على التصريحات الإعلامية للمدير الرياضي لشباب قسنطينة محمد بولحبيب بخصوص ما جرى من تجاوزات حسبه خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى. لنتابع. وفاق سطيف معروف عالميا قاريا عربيا. حبيت نوضح واحد الأمور برك بعد المقابلة تاع السياسي، بعد ما جينا للفندق ما جا حتى واحد استقبلنا من الإدارة السياسي، وإحنا يوم جاو لهنا لعبوا استقبلناهم ورحبنا بهم، وطلعنا حتى 15 يعني من اللي ديريجون تاعهم طلعناهم حتى التريبي الاوفيسيال. هما سوسو انا تلاقيت معاه في الممر ثم في الدياستير، ما كانش حتى كلام ولا سلام، ويتكلم هو على نادي عريق يعني اللي راه يتكلم عليه. واولا باه نقول سي سوسو من المفروض الملعب اللي لعبنا فيه موش ملعب، والملعب الفاستير اللي ديتوه لوفاق سطيف موش فاستير، يعني نحترم المكان هذاك ونحترم مدينه قسنطينه، بصح المكان اللي عطيتوه لنا مش مكان يليق، وانتم استعملتوا واحد الامور هكذا اللي ما عندها ماهيش كره قدم، ما تدخلش في كره القدم. كاين اعضاء مكتب الاداره اللي وصلوا للملعب وما خلاهمش يدخلوا، واللي ما خلاهمش يدخلوا الاداره تاعك والمسؤولين تاعك. كاين اللي بعد ما دخلت انا ويعني ورحت للمحافظ المقابله والمراقب المقابله والامن نتاع قسنطينه، هم مشكورين المجهودات اللي بذلوها مع المقابله هذه. تحدث مدير الشباب والرياضه لولايه قسنطينه سعيد حقاص عن ملعب الشهيد حملاوي الذي هو تحت تصرف الانديه القسنطينيه حسبه، مؤكدا بانه لم يتلقى اي طلب من اداره شباب قسنطينه للاستقبال في المباريات الرسميه على ذات الملعب، إلا طلبية بخصوص إجراء تدرب في الملحق المعشوشب طبيعيا هذا الأسبوع تحسبا لمباراة الجولة 22 أمام مولودية الجزائر، والتي ستقام بملعب 5 جويلية. تغطية لإسلام ناموس. طبعا احنا فيما يخص ملعب الشهيد حملاوي وكل ملحقاته، وأقصد بملحقاته ملاعب تدريبات، يعني كانت مفتوحة، لم نغلق أبدا. هذه الملاعب هي مفتوحة للجميع، والدليل على ذلك أنه كل نوادي ألعاب القوى راهي تستعمل في المضامير، سواء المضمار الموجود في ملعب الشهيد حملاوي اللي رانا فيه ملعب ألعاب القوى، وملعب مغطى أرضية مغطاة بالعشب الطبيعي اللي راهم يستعملوا فيها حاليا نادي شباب الرياضي القسنطيني. كذلك فيه مضمار على مستوى القطب الرياضي ثاني راهو يتم استعماله من طرف نوادي العاب القوى، ويتوفر في نفس الوقت هذا القطب الرياضي على ارضيه معشوشة بالعشب الطبيعي، مغطاة بالعشب الطبيعي، اللي يستعملوها كذلك في رق كرة القدم. استلمنا طلب من طرف إدارة الشباب الرياضي القسنطيني، ولبينا طلب البناء التماس استعمال
وتخصيص حصص للتدريب في ارضيات مغطاه بالعشب الطبيعي، وحنا كل الارضيات حطيناها تحت تصرف الناس.